يا شام، أنت قلت ينصر دينكم، بس الظاهر أنه نحن التزامنا في ديننا طلع درويش أو بسيط. 3 أيام وشام عم بتصيح في المشفى، 3 أيام وبيقولوا جايين، وجاي الطيارة ورايحة الطيارة وعم تيجي الطيارة وإجا الضابط الفلاني وجاي الوزير الفلاني وجاي الكذا. ليش لا تنسق وليش لا تقبل تنسيق طبي يصير في عندك انك تدخله؟ والمصايب عندك كثير، انت الله يعينك. نحن بنعرف هذا الشيء وبنعرف كثير، بس نحن اولادنا اولى فيهم. نحن منا قطاط ونحن منا كلاب، كلب صغير هالقدو بتتحرك هليكوبترات وبتتحرك طيارات لحتى تطالعوا وبتتفاخر الدول والاعلام. ما هو انتم كمان عملتوا اعلام كلياته مشان قط ومشان حمار مدري وين موجود باي جوره وبكذا. طبعا هو حيوان وهذا يستحق انه حدا يساعده. عاملونا معامله الحيوانات، ما بدنا معامله البشر. ترى نحن هون وناس اعزاء واطفالنا اعزاء. شام وعمر هني مثال واحد لمئات الاطفال اللي حاليا هني متعرضين لمتلازمه الهرس عندنا هون في سوريا. المشافي عندنا القدره والطاقه ضعيفه جدا، اضطروا انه يصير في تنسيق طبي لانه يصيروا بتركيا. تفاجأنا، حسيت انه ليش؟ قلت لهم ليش صايره في تركيا؟ فقالوا انه في تنسيق تم قبول من قبل السلطات التركيه لدخولها الى تركيا. 3 ايام لحد الان الحفوضه ما تبدلت، ونحن عم نستنى وبنشوف جايين ومنا جايين. يكثر خيرهم اهل الخير كثيرين وتواصلوا. نحن بدنا فعل، ما بدنا حكي، نحن بدنا فعل. كل لحظه عم بتمر هي عم تاكل من رجليهم اكل. انت اذا بتنكشك شوكي ما بتنام الليل، كيف اذا جريك مهروسات هرس؟ يا جماعه ما عم ننام، قسم بالله العظيم كل الوقت قاعدين وعم نحكي وبحكي معه وعم تصرخ. مشان الله يا اخي عم تتعلق فينا، مشان الله يا عمو جميل، مشان الله يا عمو محمد، مشان الله يا عمو عم تستنجد في الدنيا كلياتها. لك يا اخي رجعونا، تعال عندي، رجعوا لنا اياهم على سوريا. ما بقى بدنا نعالجهم هونيك، رجعوا لنا اياهم هون على القليله في سوريا. عندنا شويه شاش وعندنا شويه قطن وعندنا شويه شيء. على القليله عندنا اطباء واقفه على جريها 24 ساعه، ما بتستسلم ولا بتقول خلص دوامه ولا بتقول وقت استراحه ولا بتقول شيء. بتسمع صوت انين بتضل واقفه فوق راسه، وبتسمع صوت عياط بتضل فوق راسه لحتى يهدى ولحتى يسكت. اما ما هو نحن من هون عم ننحرق وعم نتاكل في دمنا. نحن منا كلاب هوني، نحن منا صيصان، نحن بشر هون. نحن بشر واحسن البشر وافخم البشر واعز البشر. لا تفكرونا هيك كيف من كان. نحن بنستحق نعيش احسن من عيشه اي مخلوق في اي دوله كانت. نحن بدنا الشام، ووقت اللي عم بقول شام عندنا مئات الاطفال. نحن بدنا المعامله الحقيقيه لهدول الاطفال، نحن بدنا المعامله الحقيقيه لهدول الناس. 2600 مريض صاروا عندنا في المحرر، نحن بدنا ندبر حالنا معهم. المصاب كتير كبير في تركيا، الله يكون في عونكم. بس نحن في النهاية بدنا معاملة حقيقية، بدنا وعد حقيقي. لما بنقول الساعة الفلانية بيكون في كذا، بدنا الساعة الفلانية يكون في كذا. أما يكون هيك لا، نحن عنا أفضل، أطبائنا بيضلوا فوق راسهم حتى يتم التنسيق لأي دولة تانية. شو بدنا حكي؟ نحن بشر عم نحكي مع حالنا في الشارع، ما عنا عم ننام، راسنا على طول شغال في كل شيء. اجت ولا ما اجت، واخر شيء مشان اي ممرض يفوت يقول شوي بعد نص ساعة. نحن ما لنا متحملين كذب يا اخي، الكذب اللي عنا معبد سهل. نحن بدنا صدق، نحن بدنا فعل. نحن كل دقيقة في عملية الهرس وانتم بتعرفوا ايش يعني، هي تأخر طويل جدا، وخسارة للدم، خسارة للخلايا، تراجع للخلف. كل ساعة تأخير بتحتاج لأسبوع علاج لقدام. نحن تعبنا يا اخي، حدا يحس فينا. نحن تعبنا، رجعوا لنا اياهم، يا اما تعاملوا حقيقة بشكل فعلي مع الاطفال ومع المرضى. عندك قدرة سليم، ما عندك قدرة الله يكون في عونك. نحن بنحاول ندبر حالنا في مكان تاني. خلاص حاج لاجري بدي